قطر يغلى وطل تقدم كل عام، دام عزك في ذرى القايد اللي ذا العنيد، في ذرى سور الوطن والمواطن والنظام، ابو مشعل صاحب الفكر والراية السديد. يا قطر يغلى وطل تقدم كل عام، ودام عزك في ذرى القايد اللي ذا العنيد، في ذرى سور الوطن والمواطن والنظام، ابو مشعل صاحب الفكر والراية السديد. هو مجدد عصرنا اليوم والشيخ الامام، يشهدون الناس والله على قري شهيد، قادها بين الخطر والتحدي والخصام، في بحور بالفتن موجها لطمة شديد، بين زلزال يخلي الامم مثل الحطام، وبين طوفان جرى من زعامة العديد، ارتكال الحمل شيخ المهمة الجسام، ثم رسم فكر السياسة على الحكم الرشيد، لين وصلها التميمي إلى شاطئ السلام، ثم رست في موقع الله من السمعة رصيد، وصفق التاريخ تقدير موقف واحترام، وبارك جهود البطل ذلك الرجل الوحيد، واستقر بقمة المجد من فوق الغمام، وثبت أركان القيادة على المجد التليد، بعد ما عزز مكانة قطر بين الأنام، واصبحت أسطورة الشرق موقعها فريد، واطمئن إن حماها من أخطار السهم، صار موقعها الحضاري بلا شبه ولديد، التفت للي يناديه من بين الزحام، صوت الحقايد الخلق عزمه من حديد. يا حمد قم لأمة العرب في ليل الظلام، وانتشلها وانصر المضطهد ما له عضيد، فاعتزاذهم سل سيفه ورمحه والحسام، وعاش في عزوة سموه عزا نجل الشهيد، يوم غزة يوم حول عليها العم سام، كيف فك الأسر عنها وحطم كل قيد، يوم ثقل الحمل واضحى والأخوة في خصام، جمع قلوب يفرق مآربها الحصيد، في موازين القوى رجح الكفة وحام، طير حر هيبته عز في وعد ووعيد، وحد الجبهة وشد العزيمة والحزام، وانتزع حق أمته وانهك الخصم المريد، ورجع الهبة وحارب دواعي الانهزام، واستحق على المراتب وللقادة عميد، والهم الثوار معنى القتال والالتحام، وكيف تصنع ثورة النصر للفجر الجديد، ولقينا الحكام معنى التعايش والوئام، وادهش الإعلام كيف أدرك الحلم البعيد، ما تهم في السياسة نياشين الوسام، سيرته أعظم وسام عسى عمره مديد، عاش منبرهم بالأفعال مضمون الكلام، في حماه بيت سموه لنا العيش الرغيد، عايشين تحت ظله بعز واحترام، يوم غير عاشوا وشعوبهم مثل العبيد. يا قطر يغلى وطل تقدم كل عام، ودام عزك في ذرى القايد اللي ذا العنيد، في ذرى سور الوطن والمواطن والنظام، ابو مشعل صاحب الفكر والراية السديد. يا قطر يغلى وطل تقدم كل عام، يا قطر يغلى وطل تقدم كل عام، دام عزك في ذرى القايد اللي ذا
أبو مشعل صاحب الفكر والراية السديد، يا قطر يغلى وطل تقدم كل عام، ودام عزك في دار القايد اللي ذا العنيد، في دار سور الوطن والمواطن والنظام. أبو مشعل صاحب الفكر والراية السديد، هو مجدد عصرنا اليوم والشيخ الإمام، يشهدون الناس والله على قول شهيد، قادها بين الخطر والتحدي والخصام، في بحور بالفتن موجها لطمة شديد، بين زلزال يخلي الأمم مثل الحطام، وبين طوفان جرى من الزعامات العديد، ارتكال الحمل شيخ المهمة الجسام، ثم رسم فكر السياسة على الحكم الرشيد، لين وصلها التميمي إلى شاطئ السلام، ثم رست في موقع الله من السمعة رصيد، وصفق التاريخ تقدير موقف واحترام، وبارك جهود البطل ذلك الرجل الوحيد، واستقر بقمة المجد من فوق الغمام، وثبت أركان القيادة على المجد التليد، بعد ما عزز مكانة قطر بين الأنام، واصبحت أسطورة الشرق موقعها فريد، واطمئن إن حماها من أخطار السهم، صار موقعها الحضاري بلا شبه ولديد، التفت للي يناديه من بين الزحام، صوت الخقايد الخلق عزمه من حديد، يا حمد قم لأمة العرب في ليل الظلام، وانتشلها وانصر المضطهد ما له عضيد، فاعتزاذهم سل سيفه ورمحه والحسام، وعاش في عزوة سموه عزا نجل الشهيد، يوم غزة يوم حول عليها العم سام، كيف فك الأسر عنها وحطم كل قيد، يوم ثقل الحمل واضحى والأخوة في خصام، جمع قلوب يفرق مآرب الحصيد، في موازين القوى رجح الكفة وحام، طير حر هيبته عز في وعد ووعيد، وحد الجبهة وشد العزيمة والحزام، وانتزع حق أمته وانهك الخصم المريد، ورجع الهبة وحارب دواعي الانهزام، واستحق على المراتب وللقادة عميد، والهم الثوار معنى القتال والالتحام، وكيف تصنع ثورة النصر للفجر الجديد، ولقينا الحكام معنى التعايش والوئام، وادهش الإعلام كيف أدرك الحلم البعيد، ما تهم في السياسة نياشين الوسام، سيرته أعظم وسام عسى عمره مديد، عاش منبرهم بالأفعال مضمون الكلام، في حماه بيت سموه لنا العيش الرغيد، عايشين تحت ظله بعز واحترام، يوم غير عاشوا وشعوبهم مثل العبيد، يا قطر يغلى وطل تقدم كل عام، ودام عزك في دار القايد اللي ذا العنيد، في دار سور الوطن والمواطن والنظام. أبو مشعل صاحب الفكر والراية